المماطلة كلنا مرينا بيها، الموعد النهائي قرب وقائمة المهام طويلة كأنها رقبة زرافة، وبرضه بتلاقي نفسك بتتفرج على فيديوهات قطط أو بتقلب في السوشيال ميديا أو حتى بتبص للسقف وبتقول ليه مش قادر أخلص اللي ورايا. لو الكلام ده مألوف ليك متقلقش، النهاردة هنتكلم عن خدعة بسيطة مش بس هتوقف المماطلة، دي كمان هتساعدك تحط حياتك على الطريق الصح وللأبد. عارف اللي بتفكر فيه دلوقتي شكله فيديو تاني من بتوع الحلول السريعة، يا ترى هينفع معايا؟ استنى شوية، علشان اللي هنتكلم عنه مش مجرد خدعة إنتاجية جديدة، دي حاجة أنت أصلا عارفها لكن عمرك ما استخدمتها بقوتها الكاملة. قبل ما نكشف السر خلينا نفهم الأول ليه بنماطل أصلا؟ ليه ساعات بنكون متحمسين وبرضه أبسط مهمة نحس إنها جبل مش قادرين نتحرك فيه؟ الموضوع ببساطة إن عقلك مبرمج على الراحة، مش بيحب التوتر ولا الضغط، فأول ما يواجه حاجة مرهقة أو كبيرة سواء مشروع، امتحان، أو حتى تنظيف أوضتك يبعت لك إشارة تقول يلا نعمل حاجة مريحة دلوقتي. وهنا تبدأ رحلة التشتت. عقلك بيختار المتعة السريعة على حساب الإنجاز الحقيقي. أسهل إنك تفتح إنستجرام، تاكل حاجة خفيفة، أو تشغل مسلسل من إنك تواجه المهمة الكبيرة. وكل ما يتكرر ده كل ما يبقى أصعب تكسر الدائرة. بس خد بالك، الموضوع مش قوة إرادة، الموضوع إنك تعرف تكسر الدائرة دي إزاي. ودي الخدعة. مستعد؟ قاعدة ال5 دقايق. إزاي بتشتغل؟ توعد نفسك إنك تشتغل على المهمة لمدة 5 دقايق بس. أيوه، بس 5 دقايق مش كتير، صح؟ السر هنا مش في ال5 دقايق نفسها، السر في إنك تبدأ. الموضوع كله عن الدفعة الأولى. عارف المثل اللي بيقول رحلة ال1000 ميل بتبدأ بخطوة؟ هو ده بالظبط. أول ما تبدأ عقلك يبدأ يفهم ده مش سيء قوي زي ما كنت فاكر، وفجأة ال5 دقايق يبقوا 10، بعدين 15، ويمكن ساعة. أصعب حاجة في أي مهمة هي إنك تبدأ، ولما تكسر الحاجز النفسي ده الشغل بيبقى أسهل بكتير. فكر فيها كده، لو قلت لك يلا نطلع قمة جبل إيفرست أكيد هتحس برهبة، لكن لو قلت لك تعالى نطلع أول درجة بس هترد وتقول تمام أقدر على دي. ومن هنا كل درجة بعد كده تبقى أسهل. الموضوع مش إنك تعمل كل حاجة صح، الموضوع إنك تظهر وتبدأ، إنك تحقق تقدم حتى لو بسيط، إنك تبني الزخم خطوة بخطوة. وده أسهل بكتير من إنك تستنى اللحظة المثالية أو المزاج الصح. خلينا نكون واقعيين، الخدعة دي مش سحر هيغير حياتك في يوم وليلة، دي طريقة تفكير، إدراك إن الكمال والتوتر الزائد هم أعدائك مش أصحابك. الحقيقة ولا مهمة في الدنيا بتكون مرعبة زي ما بتتخيل لما تقسمها لأجزاء بسيطة. فالمرة الجاية اللي تلاقي نفسك بتمطل اسأل نفسك إيه رأيك أبدأ فيها 5 دقايق بس؟ وهتتفاجأ إنك لما تبدأ مش هتعرف توقف. فاكر التقدم أهم من الكمال، مش لازم تكون الأفضل دلوقتي بس لازم تبدأ. خف الضغط عن نفسك وركز على الفعل مش على المثالية. أدي لنفسك 5 دقايق بس، ولو عرفت تتقن الخدعة دي مش بس هتبطل تمطل، انت هتكتشف قدراتك الحقيقية. النجاح مش في انتظار الوقت الصح، النجاح في الخطوات الصغيرة المستمرة. فجاهز تهزم المماطلة وتبقى الشخص اللي دايما حلمت تكونه؟ ابدأ ب5 دقايق وكمل الرحلة. ولو عايز نصايح أكتر تزود إنتاجيتك وتعيش حياتك بأفضل شكل ما تنساش تشترك. أشوفك في الفيديو الجاي.